السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو سؤال واحد اسأله لنفسك قبل ما تطلع عمرة: هو أنت طالع العمرة ليه؟ حاول على قد ما تقدر إنك تجاوب على السؤال ده قبل ما تطلع العمرة. بمعنى، عايز تطلع العمرة يبقى أنت حسيب كل حاجة وراك، حسيب مراتك، حسيب عيالك، حسيب شغلك، حسيب مصالحك، وطالع عمرة. طالع تغسل ذنوبك، طالع تاخد حسنات، طالع لبيت ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في الحالة دي لازم انك انت تكتسب كل دقيقة في فعل الخير، تكتسب كل ثانية وتشوف انت هتعمل بيها ايه. اعتبر نفسك بلبس الإحرام انك انت لابس اللبس بتاع الآخرة، اللبس اللي هتتكفن بيه هو نفس اللبس، لا في جيب تحط فيه فلوس، ولا في منصب، ولا في جاه، ولا في أي حاجة. طيب أنت رايح بلبس الإحرام، رايح للكعبة، رايح تعبد ربنا سبحانه وتعالى، عبادة ربنا سبحانه وتعالى في أي مكان. إنما أنت رايح المركز الرئيسي، رايح لبيت ربنا، رايح محمل بذنوب كتير قوي لا حصر لها. أنت ما تعرفش هم قد إيه، وعلشان ما تعرفش هم قد إيه حط في دماغك وخليك على يقين إنك أنت رايح هناك تشيل كل الذنوب دي. رايح ظهرك محني من كتر الذنوب، عايز ترجع من هناك تفرد ظهرك، ترجع من هناك بحسناتك وتسيب سيئاتك. ده بفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. انتهز كل دقيقة انت رايح فيها هناك، شوف هتعمل ايه. هتطوف حوالين الكعبة، دي حسنات كتير. هتقرا قرآن، يا بختك يا سعدك يا هناك. هتعمل ثواب، اضحك في وش الناس، ثواب. وزع عليهم اي حاجة صغيرة لو انت مش قادر، ولو قادر وزع حاجة كبيرة. وزع سجاجيد صلاة، وزع كراسي يقعدوا عليها وهم بيصلوا الناس الكبار، وزع بلح، وزع سبح، اي حاجة تجيب لك حسنات. ما معكش خالص اضحك في وشهم، ساعدهم. الناس الكبيرة ساعدها على قد ما تقدر، اكسب حسنات. مش عارف اذا كنت انت هتروح تاني هناك ولا لا، ولا لسه في العمر بقية ولا لا. على قد ما تقدر ساعد الناس، اقعد في الحرم اكبر وقت ممكن، ما ترجعش الفندق الا على النوم. لو كان على النوم بديك نايم في بيتك وخلاص. اقعد في الحرم واتفرج على الكعبة وبص عليها. مجرد رؤية الكعبة عبادة. وخلي بالك وانت بتلف حوالين الكعبة بلاش انك انت تحتك بالناس. اعتبر انك انت ماشي لوحدك، خبطوا فيك سيبهم يخبطوا فيك. الناس اللي بتخش وبتضرب بالكوع معلش، تجاوز، سامح، علشان تقدر تكتسب اكبر قدر من الحسنات. قاعد هناك في الحرم وجعت، مش قادر انك انت ترجع الفندق، لا في اماكن هناك الاكل فيها مجاني. عندك في شارع الخليل ابراهيم من اول الشارع لغايه اخره الناس بتوزع اكل مجاني، وفي جميع الاوقات، وخصوصا بعد صلاه العصر. ده لو مش قادر انك انت ترجع الفندق. لو قريب من الفندق ربنا يبارك لك، سهله. لو بعيد عن الفندق اعمل حساب المواصلات وانزل من هناك قبل ميعاد الصلاة بساعة أو ساعة ونص على الأقل، عشان تركب الأتوبيس ويوصلك لغاية الموقف، وبعدين من الموقف هتمشي مسافة لغاية لما توصل للحرم. لو أنت في المسجد النبوي على قد ما تقدر احجز من هنا قبل السفر في برنامج نسك علشان تصلي في الروضة الكريمة. زيارة الرسول احنا كنا بنخش نزوره بعد صلاة الفجر وبنخرج منه على البقيع، وعندك بعد صلاة العصر. داوم عليها، مش مرة وخلاص. ده انت راح تشوف الرسول، راح تسلم عليه وهو شايفك وشايفك وانت بتسلم عليه وبيرد عليك السلام. ركز في الكلام اللي انا بقوله يا عالم اذا كنت هتطلع تاني ولا لا، وعمرة مقبولة ان شاء الله.